الشرايط دي كام هنا؟ أنا واحدة دي ب 150 150 ودي 165 175 من 120 لحد 235. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أصدقائي، يا رب تكونوا في أتم الصحة وأحسن حال. النهاردة جولتنا يوم الجمعة كده زي ما انتوا شايفين، من ناحية الإسعاف، وهنبتديها من ناحية الإسعاف. النهاردة هنتعرف على جودة الاستندات وأسعار الاستندات، ويكون السعر في المتناول. زي ما انتوا شايفين كده من لبس الأطفال. هنستوقف عند الاستند ده، لأن الاستند ده يعني يستحق ان احنا نستوقف عنده شوية ونتكلم عنه شوية. وانتوا هتشوفوا طبعا العرض، هتشوفوا الجواكت ولبس الأطفال معايا. انتوا اللي هتحكموا بنفسكم. الستاند دوت كان واقف عند مستشفى الجلاء بالظبط، عند الباب بتاعها. بعد الباب بشوية هتلاقوا يعني استندين للأطفال. واحد راجل يعني كبير، ده الستاند الأولاني. لكن الستاند دوت اللي هو شاب كده، يعني ولد صغير يعتبر 13 سنة 14 سنة، اسمه هشام. عشان لو رحتوا هناك وعاوزين تشوفوا الستاند والحاجات اللي فيه، لان الحاجات اللي فيه صراحة كانت تحفة. انا بسهل البلد دي ما اتلبستش، يعني الحاجة اللي فيها عرضوها بقفلتها. يعني اللي عاوز لبس العيد ان شاء الله يجيب من هناك من الوكالة الايام ديت. شايفين الجواكت؟ اي جاكيت من ده ب175 جنيه. صراحة الجواكت تحفة جدا زي ما انتوا شايفين كده. في بناتي وفي اولادي، وفي اللي هو النظام دوت اللي عامل زي الجلد او الكوخ. وفي برضو البناتي، كانت البناتي برضو صراحة كانت الموديلات والرسومات. انتوا لو في اي محل، انتوا طبعا انتوا عارفين من غير ما اتكلم هتجيبوا الجاكيت ده من المحلات بكام. والحاجات دي انا الستاند دوت الحاجة كانت بحالتها يعني صراحة كانت الحاجة تحفة. والحاجة كانت في قمر جدا. اللي عاوز لبس أطفال يجيب من الوكالة. أنصحكم انزلوا الوكالة وهاتوا لبس الأطفال من هناك، لأن اللبس زي ما انتوا شايفين كده، وينفع طبعا لبس عيد إن شاء الله لو كان في العمر بقية إن شاء الله. ربنا يديكم طولة العمر. يعني صراحة الاستندات في متناول الجميع. بحب أجيب الاستندات اللي هي في متناول الجميع، أي حد يقدر يشتري منها، على أساس اللي احنا عارفين طبعا الأسعار اللي احنا فيها، ربنا يرحمنا. فالواحد بيحاول على قد الإمكان وعلى قد ما بيقدر إن يجيب لكم أرخص الأسعار بأعلى الخامات وبالجودة وبأعلى جودة طبعا، ويكون السعر في متناول الجميع. هتقابلنا في الجولة طبعا استندات تاني غير لبس الأطفال، فخليكم معانا ما تطلعوش من الجولة. أنا الستاند ده بس اللي طولت عليكم شوية فيه علشان هو استوقفني صراحة. الحاجات فيه جميلة جدا زي ما انتوا شايفين كده، الحاجة جديدة وتستحق اللي أنا كنت أستوقف عند الستاند دوت اللي أنا معدهوش. اللي أنا أجيب منه لمحة وأعديه لأ. واحنا طبعا مش جايبين بترتيب الاستندات بترتيب الأسعار. هتقابلنا طبعا، هيقابلنا في الجولة طبعا زي ما أنا قلت كذا ستاند. وإن شاء الله الجولة تنول إعجابكم. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوناش باللايك والاشتراك، أحلى متابعين. وشكرا للناس اللي بتشترك في القناة والناس اللي بتكتب كومنتات جميلة. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب، وما تحرمش من كومنتاتكم الجميلة وتقدير مجهودنا وتعبنا. تسلموا يا حبايبنا. احنا اتفقنا ان احنا مش ماشيين بترتيب الاستندات، لا، اللي بيقابلني بصوره لكم. تمام تمام. وهنا كان الاستند ده كان ب150 جنيه. اي جاكيت من ده ب50 جنيه من هنا من الاستند دوت. وهنا زي ما انتم شايفين كده الاستند دوت بستايلات مختلفة، من الجواكت الحريمي والشبابي برضو والبناتي برضو هتلاقوها في الستاند. يعني الستاند ما بيقتصرش على حاجة واحدة، ممكن الستاند هتلاقوه ميكس. ممكن تلاقوا فيه حريمي وبناتي ورجالي كمان وأطفالي، يعني بيبقى ميكس.
هنا الاستندات دي اللي لو انتوا عاوزين الفرو بيبقى واقف فين؟ عند شركة الكهربا. الاستندات اللي هي بيبقى فيها جواكت الفرو بتبقى عند شركة الكهربا، قدام شركة الكهربا، لا إما يعني شركة الكهربا السور بيبقوا واقفين بالاستندات تحت السور، لا إما على الرصيف التاني قدام شركة الكهربا برضه، قدام مثلث ماسبيرو عند الأبراج اللي هي الجديدة. وبرضه في stand تاني برضه بيبقى واقف قدام زكي السماك في شارع بولاق الجديد. تاخدوه لو انتوا جايين من الأول من شارع بولاق الجديد، في هناك stand برضه للجواكت الفرو. أنا كنت مصورة برضه فيديو للجواكت الفرو، هاسيب لكم برضه اللينك في صندوق الوصف وإن شاء الله هيعجبكم. وهنا معانا برضه الجواكت الرجالي ديّة، أنا دايمًا بابقى مصورة السعر في أول الstand، فخدوا بالكم من السعر. هنا الstand ده كان واقف فين؟ كان واقف في شارع 26 يوليو، في شارع 26 يوليو برضه بعد شركة الكهربا. إحنا كل ده طبعًا في الوكالة، إحنا واخدينها من يعني هتاخدوها لو أنتم جايين من الإسعاف، هتخلّصوا الإسعاف وهتمشوا على اتجاه الكوبري، هتروحوا على شركة الكهربا، كل ده استندات لحد برضه ما توصلوا زكي السماك برضه استندات، وهتلاقوا حاجات برضه بالتيكت، في الاستندات حاجات بالتيكت وبالمقاسات المختلفة. ما هي زي ما باقول لكم كده الstand ما بيقتصرش على حاجة واحدة، يعني ممكن تلاقوا فيه حاجات طويلة وحاجات قصيرة، بس إحنا طبعًا بنفضّل الحاجات الطويلة طبعًا أفضل، لكن أنا باصور لكم البروفلات اللي هي القصيرة على أساس إن هي تتلبس تحت الجواكت، لكن طبعًا اللي هيلبسها طبعًا من غير الجاكيت هو المسؤول. كل واحد الإنسان على نفسه بصيرة، هو اللي بيختار مصيره، صح؟ صح كده عشان نكون متفقين، تمام؟ تمام. كل ما كان اللبس يعني ننزل بيه يرضي الله عز وجل، كل طبعًا ما هيكون أحسن. هنا الstand ده كان ب150 جنيه برضه، كان في حاجات طويلة. الاستندات اللي هي في شارع 26 يوليو ممكن تروحوها، بيبقى يوم الجمعة بتبقى زحمة جدًا، يعني أنتم ممكن تروحوها على يوم الخميس بعد العصر كده أو الأربع، هتلاقوا برضه اللي أنتم عاوزينه، هتلاقوا الدنيا رايقة، الدنيا تمام. لكن يوم الجمعة عشان الناس بتيجي من المحافظات ومن القاهرة، فطبعًا بتبقى الدنيا زحمة جدًا. فلو اللي عاوز بقى شارع يعني بهدوء كده والراحة كده، عاوز مثلًا الجولة تكون مثلًا ياخدها يعني إيه مش يعني سريعة أو كده، فينزل الشارع 26 يوليو ده ما يكونش يوم جمعة، عشان يوم جمعة بيكون زحمة. هو يوم الجمعة برضه بتبقى الاستندات مميزة، يعني أنا مش هاقول لكم مش مميزة، لأ، بس برضه أنا نزلت كان مرة كان يوم أربع في الشارع ده، كان عجبني جدًا الاستندات هناك. وبرضه هتلاقي يعني هتلاقوا برضه قطعة يعني مقاطع برضه كان كان حوالي يوم أربع برضه في شارع 26. الستاند ده كان ب350 جنيه، كان في حبة جواكت صراحة تحفة، ده كان في شارع 26 يوليو. وبرضه هتلاقوا استندات زي كده برضه ناحية الإسعاف، ناحية الإسعاف برضه بيبقى فيها جواكت خطيرة. وزي ما انتوا شايفين كده يعني الستاند دوت كان حوالي القطعة كانت الجاكيت ب350 جنيه، وهو كالجديد بالظبط، يعني ما تفرقهوش حاجة عن الجديد. هو طبعا كل ستاند بيتحدد سعره على حسب الماتريال اللي فيه. وهنا اهي الصيدلية، صيدلية عمارة، الستاند ده كان هناك جنبيها اهوت عند مثلث ماسبيرو عند الابراج، ده شارع 26 يوليو، والستاند ده كان هناك. هو محل وحاطط الستاند بره، فحبيت اوريكم الاستايلات اللي كانت هناك. يعني حبيت الجولة تبقى متنوعة من عند شركة الكهرباء ومن على ناحية الإسعاف ومستشفى الجلاء وشارع 26 يوليو. ما حبيتش إن الجولة أقتصرها على ستاند واحد
أو ناحية واحدة من الوكالة، لأ حبيت نمشي مع بعض في الجولة، وده برضه كان تحفة برضه، الفرو اللي فيه برضه كان عاطي له شكل جميل. فحبيت إن يكون الجولة متنوعة ما تقتصرش على حاجة واحدة، وبرضه لمّا إحنا بيقابلنا حاجات طبعًا أرخص من كده، لكن لمّا بيقابلنا stand فيه حاجات كويسة فلازم نشكر في الstand ونقف عنده شوية. صراحة لمّا stand بيعجبني ما باحبش أعدّيه كده، باحب أقف معاه يعني معاكم شوية في الstand دوّة. الstand ده برضه كان تحفة زي الstand برضه اللي قابلنا في أول الفيديو بتاع الأطفال. وهتشوفوا معايا برضه لسه برضه الجولة مستمرة، وهتشوفوا معايا برضه استندات تانية. أنا بس كنت باوريكم يعني زي ما أنا قُلت لكم باحب أستوقف عند الاستندات اللي بتعجبني، واللي هي موديلاتها شيك وتستاهل إن أنا أقف عندها. طبعًا أنتم شايفين طبعًا، وهنا الstand ده كان ب75 جنيه، هنا كان من ناحية الإسعاف، هنا أطفالي عنده كوبري إنها أول الإسعاف، يعني بعد ما بتنزلوا من المترو مش كتير يعني، هتلاقوا الاستندات. هي كانت بيبقى الاستندات أول ما بتطلعوا من المترو بتمشوا كام خطوة بتلاقوها، بس طبعًا شالوها الاستندات ديّة عشان بقى حطّوا مكانها العربيات. ده بالتيكت أهوّة زي ما أنتم شايفين كده كان ب75 جنيه، أي قطعة من هنا ب75 جنيه للأطفال. فطبعًا هنكمّل طبعًا كلامنا، فهُم الإستندات ديّة شالوها، لكن يعني مش المكان ده برضه فيه إستندات، يعني بعديها بكام خطوة ما فيش يعني كام 10 خطوات أو كده أو أقل هتلاقوا الإستندات قدّامكم. هي بس المنطقة دي بس وأنتم طالعين بس من بعد ما تطلعوا من المترو شالوها عشان إن العربيات تعرف تعدّي والناس، عشان طبعًا أنتم عارفين ده وسط البلد. في الوكالة في ناحية الإسعاف منطقة حيوية جدًا. وبيبقى يوم الجمعة أصلًا بيبقى الدنيا بتبقى زحمة، بالنسبة الناس الوافدة للوكالة من المحافظات وأهل القاهرة وكده فبتبقى زحمة شوية يوم الجمعة. ب75 جنيه ده برضه كان جميل. يعني هتلاقوا الاستندات طبعًا إحنا قُلنا إحنا مش هنمشي بترتيب الاستندات، مش بترتيب الأسعار، يعني ممكن تلاقي في أول الفيديو أسعار أغلى من آخر الفيديو أو نُص الفيديو. فإحنا اتفقنا مش هنمشي بالترتيب، أنا الstand اللي بيعجبني باستوقف عليه وباصوّره لكم عشوائي، يعني الإستندات باصوّرها عشوائي، وطبعًا بارتّبها لمّا باجي أمنتج الفيديو، وكمان مش باترتّبها بترتيب مثلًا إن هي مثلًا 1، 2، 3 لأ، أنا بارتّبها على حسب إيه، الجولة يعني هتبتدي إزاي وهتنتهي إزاي. وإن إحنا نبقى ماشيين مع بعض الجولة خطوة بخطوة، ونسرد الجولة إن إحنا نبقى يعني نلم كل حاجة في الجولة، اللي أنتم تبقوا عارفين كل حاجة ماشية إزاي في الوكالة، والدنيا ماشية إزاي، على أساس اللي بينزل الوكالة يبقى عارف الدنيا فيها إيه، ما يبقاش تايه مثلًا بين المنطقة دي والّا المنطقة دي، لأ بيبقى عارف المنطقة دي بيبقى فيها لبس إيه، والمنطقة دي فيها لبس إيه، والأسعار هنا بتكون أقل أو أغلى. يعني باحس من ناحية الإسعاف وشركة الكهربا باحس الأسعار أقل من شارع بولاق، وأقل برضه من بعد زكي السماك كده بشوية. باحس المنطقة بتاعة الإسعاف دي باحس يعني الجواكت بتبقى ب150 أو ب250 ممكن تلاقوها قدّام ب350 جنيه. هو 350 مش وِحِش، أنا وريته لكم لسه من شوية في الفيديو. بس هو يعني كان صراحة أبو 350 بيبقى stand مميز شوية، إن هو بيبقى إيه، الحاجات بتبقى فيه فرو كتير عالية، الفرو فيه عالي، الmaterial بتاعته البَلّة بتاعته بتبقى من درجات الكريمة، وبرضه ب350 مش غالي، مش غالي خالص بالنسبة للأشكال اللي أنتم شُفتوها معايا في الفيديو من شوية. وبرضه في حاجات ب250 وب200 أنا شُفتها يوم الجمعة ناحية الإسعاف جميلة جدًا، يعني زي الجواكت اللي إحنا ماشيين بيها دلوقتي، إحنا الجواكت دي طبعًا جميلة جدًا وسعرها مش غالي. معلش يكاد يكون الstand ده بس الوحيد اللي السعر بتاعه ممكن ما يكونش واضح في الأول،
هو أصلًا الstand دوّة من الأسعار اللي هي مش غالية، لكن صراحة مش فاكرة السعر كان بكام، لكن هو مش من الإستندات الغالية لأ، هو بس الإستند اللي أنتم شفتوه معايا بتاع الجواكت اللي فيه الفرو، اللي هي البامب اللي هو اللي فيه الفرو كان ب350. هو ده بس اللي كان أغلى حاجة في الجولة، لكن بقية الجولة الأسعار مناسبة جدًا والأسعار هادية يعني، وهنا كانت الحاجات بالتيكت زي ما أنتم شايفين كده. الstand بتبقى فيه رجالي وفيه حريمي زي ما أنا قُلت وذكرت في الفيديو. في حاجات بُصّوا لُقطة، يعني حاجات بتاخدوها لُقط كده، يعني بُصّي الجواكت دي يعني بحالتها، بيسهل لي في حاجات بس أنا ما اتلبستش نهائي. وفي الجاكيت الأبيض ده برضه اللي بيحب الأبيض، بيحب الألوان الفاتحة، وفي هنا الأسمر، ده برضه جميل جدًا، هادي. أحلى حاجة في الاستندات الوكالة إن هي بتبقى mix، فيها كل الأذواق، ما بتقتصرش على ذوق واحد لأ، فيها الأذواق كلّها، فيها الناس اللي بتحب الحاجة المأفورة، وفي الناس اللي بتحب الحاجة الsimple والناس بتحب الحاجة الهادية. هو طبعًا الsimple والهادي يعتبر واحد، لكن يعني على حسب طبعًا كل واحد دي أذواق، وكل واحد بيختار ذوقه، طبعًا كل واحد ذوقه غير التاني. طبعًا كل ما الحاجة بتكون simple وهادية بتبقى بتدّي شياكة أكتر، مش شرط الحاجة تكون over تكون هي اللي بتدّي شياكة لأ، ممكن قطعة بسيطة وتحسّوها إن هي شيك جدًا. حبايبنا أتمنى تكونوا استمتعتوا بالجولة معايا ودمتم في رعاية الله والسلام عليكم.